السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله نهار مبدل مغاير. حنا جينا عند الام ديالي اللي نهار اليوم راه هو اليوم العالمي للمرأة. جينا نحتفلوا. السلام بخير لاباس؟ شوفوا الكادو اللي جايبه الوالده. شفتوا؟ يلا نطلعوا نشوفوا الوالده واش جابت لي شي كادو ساهي ولا لا. تموتوا بالضحك. يلا زيدوا نكتشفوا شنو كاين. يلا معايا. ايوا نتوما احتفلتوا اشنو درتوا؟ صراحه اش نقول لكم، هذا اليوم العالمي للمراه مهم. المراه دائما ايامها كلها عيد. هادشي اللي غنقول ماشي غتستحق واحد النهار نحتفلوا. الام راه هي كلشي والمراه هي كلشي، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يتقبل الاعمال ديالنا. كلشي اي حاجه درنا في سبيل الله سبحانه وتعالى نتمنى من عند ربي الاجر. ايوا انا طالعه مع الدريجات ما عندهمش دروج بزاف في مخها، داكشي عندهم زوين. ايوا حنا طالعين. يلا معايا هاد النهار دوزو ان شاء الله معايا داكشي اللي فيه. يلا نسد هنا حقا صافي وصل. ودخلنا هنا للدار. جينا نيشان الكوزينه، حيت اول حاجه كاينه في الدار هي الكوزينه. كندخل هي الاولى، لقيت الماما نيت هنا كاينه في الكوزينه جالسه كطيف كسكسو كما العاده. اليوم الجمعه ما كاين لا احتفال لا والو، نهار غير نهار الجمعه. عارفين كل جمعه كنمشي عند ماما. ما كنصورش لكم حيت كاين الروتين كيبقى يتكرر. كنقول بلاش الا كانت حاجه جديده ولا بغيت ولا توحشت نصور لكم، وهذا راني كنصور لكم في الحاره لا بد منها في كسكسو. المهم كنديروا كسكسو حيت عرفتوني انا والناس اللي عارفيني راني ما كنديرش كسكسو في الدار، ما تياكلوش ليا مول الدار. ولكن كل جمعه كنجي كنتغدى عندها حيت الدار عندهم الصنار. جاتني مزيانه وصافي. والقصريه المهرسه ها هي باقا كاينه. ما تبدلاتش. وهنا وريتكم راه كاينه قصريه كبيره وزوينه بالنسبه للناس اللي عاتبوني علاش القصريه مهرسه وما قادش على قصريه. ولكن راه عندها هذيك وما تعجبهاش. عز لها هاد القصريه هذه صغيره. ومشيت نيت عند واحد بغيت ناخذ هذاك النهار وصيته باقي اليوم من هذا موصيه. ما بغيتش زعما هو وصيته ويجيبها ولقاني جبتها من بلاصه اخرى هكا دايره. انا قلت حتى يجيبها لي ان شاء الله. ولا نقول لي ما كنتش غادي تجيبها كنتي تعطلتي. صافي نقدر ناخذها من بلاصه اخرى. ديك الساعه قال لي هو راه غادي ناخذها من بلاصه اخرى. وعندنا المخفيات الى ما غير ذلك عارفين. ومن بعد الوالده راه كات هنايا وصورتكم غير في الكوزينه حيت غادي نجمعوا ان شاء الله في الصالمونج اللي كاينه في وسط الدار. وغادي نتغداو مجموعين كما دائما. احسن يوم عندي هو هذا صراحه، كيعجبني نجمعوا هكا على كسكسو كنكونوا كنجمعوا. وغادي تشوفوا هنايا راه صالمونج كنجمع فيها كنمسح في القلع وهذا. فاش تغدينا ايوا هادشي اللي كاين. واش غنقول لكم صراحه كديك القضيه ديال الاحتفال وهذا كذا كنضحك مع ماما هنا كنقول لها كاين شي كادو عندك تلقى شي كادو. قالت لي واش من هاد المراه داكشي راه بيدها عشان تخربيق عشان ديما مراه دابا عندها اش اعياد اللي كاين. وصراحه انا نفس الفكره عندي ما نكذبش عليكم. انا راجلي قبيله قلت ليه ما شتيش ليا شي كادو اليوم عيد المراه. بقى كيشوف فيا نقولش لكم شنو قال لي وانا نسكت. كاين شي حوايج ما عرفتش غنقول لكم نقولها ولا. المهم قال لي شي حوايج بقيت غير نضحك صافي. ايوا حنا ما تيلقشنا هادشي. حنا كلقنا دائما تكوني مراه واقفه على رجليك كتشقاي كلشي كديريه. والمقابل راه كاين من الله سبحانه وتعالى. من العبد وخا ما يعطي وخا ما عرفت شنو يعطيك. ولكن الله سبحانه وتعالى كنتسناو حنا الاجر من الله سبحانه وتعالى هو هذاك اللي مهم. ايوا كتشوفوا هنا من بعد غادي من تغدينا ضروري كويست اساي وشي حاجه معاه. هنايا عاتبت عليا ماما قالت لي درتي الكيكه وكيكه زوينه بداك الفواكه الجافه عزيزه عليا وما جبتيش ليا منها. وراه تكلات وما جبتش ليها الكيكه. ولكن غادي نقاد لها كيكه بحال هذيك ان شاء الله. ملي تجي عندي غادي تلقاها مواجده لها الا كتب الله سبحانه وتعالى. نتوما كتشوفوا بريره ديال اتاي مشحر وداك الكركاع الويتات. حنا جالسين هنا مجمعين مع بعضياتنا في هذا البيت. احسن بيت عندي هو هذا. تنجلسوا في الارض ما نفرش ما والو. هذا البيت زوين فيه الجليسه حدا داك البالكون الخضوره تيدخل لك البرد كيعجبني بالصيف كيكون مفوج. وهذا الشيء اللي كاين. وهنايا واحد الاخت اللي صيفطات لي وقالت لي
كيعافك. لما نقول اخواتي زعما واحد الاخت مسكينه عندها 3 وليدات يمكن وتخاصمت مع راجلها بحال هكا وخرجات طلع ليها الدم وخرجت وراجلها بحال اللي حلف عليها وغير بغى يطلقها ودار الاجراءات وعندها اسبوع هو اللي عندها ويقدر راجلها يطلقها يعني في هذا الاسبوع اللي جاي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم كل وحده تسمع هاد الهضره هادي تدعي معاه في سبيل الله وخايف النفس ديالها بلا ما تكتبها ربي يخليكم. حيت الاخت مسكينه ما باش تطلق وبغات ترجع لدارها وما خلات ما طلبات والو باش يرجعها والو ما خلات مسكينه والو. كنتمنى انكم تدعيو معاها ورا المراه والله الا راه ما كاينش بحال دارها وخا تطلق وتمشي عند دار عائلتها ويكونوا كاع لاباس عليهم ويكونوا هازينها ولكن راه لابد الراجل مهم في الحياه المراه خصوصا الا كان شي راجل صالح والصبر هو كل شيء. هذه الفكره اللي عندي انايا. كتشوفوني هنا راني خرجت باقي الحال ولكن كمولفه انا كنت كنصلي المغرب عاد كنخرج ولكن اليوم خرج حساب ولادي عندهم امتحانات والتمارين وهنا كنصور لكم السكن فين ساكنه انا والتجزئه فين ساكنه. نوزو على طلب الاخوات واحد الاخت اللي كتاكد عليا مؤخرا بزاف سولتني على الدار ديالي بشحال شريتها و يعني كيفاش دايره السكن. اول جزئيه في ساكنه انايا راه فيها السكن الاقتصادي فين ساكنه انا سكن متوسط والسكن على الجوده هو اللي ساكنه فيه الام ديالي اللي كيدير 54 مليون كيمشي حتى 90 متر والدار كبيره تبارك الله 3 البيوت وفيها الصالون كيكون فيهم وسط الدار تيكون فيهم الكوزينه والبالكو ديالها كبير 2 حمامات و3 البيوت صغار ديال النعاس وبالكون صراحه زوينين هادوك مهم وكيكونوا بسكرتي وداكشي ديالهم صراحه زوينين ماشي زعما تشوفوا السكن ديالي انا تحكموا على الجزئيه كامل. الجزئيه فيها الدور زوينين وفيها راه كتشوفوا كلشي لعينيكم دابا صراحه ولكن السكن الاقتصادي تيبقى بوحدك عارفين نتوما شنو كاين. بالنسبه للسكن الاقتصادي اختي كيبدا ما بين الثمن ديالو ما بين 21 مليون في البرومو حتى ل 25 مليون هادشي اللي كاين. انا خديت ب 23 مليون ونص بشحال خديت انا وهادشي اللي يكون بالنسبه اختي. بالنسبه نقول لك الكريدي وهذا كل واحد الكريدي ديالو بالنسبه لنا حنا حاله خاصه داكشي علاش ما غاديش نفيدك مهم. اما بالنسبه للكريدي اختي ما نعرفتش كل واحد وعلى حسب الفلوس اللي كيعطي على حسب الخدمه ديالو على حسب شحال خد الدار هادشي اللي كاين. انا كنصور لكم هنا باش نقرب لكم واحد شويه وغتشوفوا شوفوا هاد البارطمات هما اللي كانوا عاجبيني. هذا السكن متوسط كانوا عاجبيني بزاف. هاد الحاله اللي ولاو فيها ما فهمتش علاش هاد البلاصه كلها ما مسكوناش وحالتها حاله حتى ما نزل ليش تحيد من بلاصتو تحرقوا الطوموبيله اللي غتشوفوا مقلوبات ما فهمت والو في هاد البلاصه ولكن البلاصه كانت عزيزه عليا وكنت كنتمنى انني تكون فيها ولكن 37 مليون جاتني غاليه في ديك الوقيته. ما دابا راه نزلوا في الثمن ديالهم هادو كل واحد وبالنسبه للسكن الاقتصادي اختي كل واحد والمساحه ديالو كل واحد والفصاله ديال الدار ديالو كتمشي يعني كاين اللي عندهم 360 متر وكاين اللي عنده غير 50 متر كل واحد شنو عنده على حسب كل واحد وزهرو. هادشي اللي بغينا نقولوا عموما هما كيتصلحوا كيولوا زوينين. هادشي اللي بغيت نقول لك كيتصلحوا كتبدل النظره ديالهم تماما كيولوا زوينين كيبغوا الفراش زوين كيبغوا الفراش ما يكونش داكشي الاكتضاد والحمد لله راه فكوا مشاكل كثيره فكوني انا شخصيا من الكرا صراحه ما كذبش عليك اللهم هويا ولا داك الكرا اللي كنا فيه. صافي السلام عليكم. انا عاود نقول لكم السلام عليكم. جيت للدار ايوا بغيت نوريكم الكادو اللي عطاتني الام ديالي والكوكوت هاي الكوكوت صافي غنتهناو من داك الكوكوت اللي كانت عندي جاو عليها تعليقات سلبيه بزاف. داك الكوكوت ديالي صراحه راه قديمه واصله نقول لكم قصتي هذيك كنت شاريها اصلا انا قديمه من يلاه تزوجنا وراك عارفين الانسان يلاه كيكون بادي في الحياه ما يشريش كلشي جديد ماشي كلشي يمكن توفر ليه وخصوصا بالنسبه للناس يكونوا بادين يعني من الصفر. وكنت خديتها غير قديمه صراحه كانت نيت ماما هي اللي خداتها ليا قديمه من عند واحد صاحبتها وصافي دابا عطاتني هاد الكوكوت هادي باش نبغي نصور تجيني مزيانه في التصوير وداك الشيء والناس يعني ما باش التعليقات السلبيه فاش بقات ليا اصلا مابقاش حملت نطيب فيها مابقاش صالحه الطيب وان شاء الله من غادي ييسر الله سبحانه وتعالى. غير دابا عرفتوا نتوما راه مره كاين الفلوس مره ما كايناش نهار ان شاء الله توفر ليا الفلوس غناخذ الاخرين ديال الاينوكس اللي زوينين عاجبيني ولا دابا غادي يدخلوا صحاب برا شويه غير يدخلوا صحاب برا وتيجيبوهم واعرين غادي ناخذ شي وحده ان شاء الله من عندهم الا كتاب من هنا ان شاء الله الا بقينا في الحياه. ودزت عند واحد السيد مول الماعن هو اللي كنت خديت من عنده داك الماعن اللي كنت صورت لكم في واحد الفيديو وكيحط داكشي الواعر داكشي عنده بجد والله
كنت بغيت ناخذ واحد التوشيه انا ديال سالامونجي ديال الزيت، حيتاش مع الشكل ديال الوسط حنا عندنا درنا الكبسو كلشي درنا عصري، وجاي هذا الفاز يعني جاي تقليدي هكا. قلت انايا غادي نقلب هاد سالامونجي غنديرها عصريه، وبغيت ندير شي توشيات ديال الدجاج. حسب ليا 3 توشيات كيتشابهوا مع بعضياتهم 3400، وكنت انا ما هازش داك الفلوس ديال 3400 ما كانش عندي في بزدارمي زعما ما كافيانيش الفلوس، صافي ما بقيتش خديتهم، وليت خديت انا هذا ديال الديسير. شفتوا كيديروا في الثلاجه كما شفتوا، هادو راه كيديروا في الثلاجه ديال الديسير، تقدر تخليهم على برا ماشي مشكل. خديتهم ب 13 درهم الوحده، صراحه عجبوني الشكل ديالهم. المهم ها انتما كتشوفوا الشكل، سمحوا لي طاحت لي هذيك، كتشوفوا الشكل ديالهم عجبني الطريقه. وكاينين وحده اخرين ديال الخضره ثاني في اللون ابيض، ماشي هذا اللون الشفاف، اللون ابيض. وان شاء الله هاد الميكه كامله اللي عندي بغيت نعاود نبدلها ونشري شحال حاجه جديده، يكون كلشي بحال وحده كدير فوق، يعني حاجه كتخشف حاجه باش ما تياخذوش ما تيشدوش البلاصه، بحال هذا الشكل هكا. نبدا ندير لهم هكايا، نجمع كلشي في هذا هادشي اللي كنت اللي ناويه ندير ان شاء الله، والله يجيب الرزق وصافي. وهادشي اللي كاين. وهنا غنتمنى الفيديو يكون عجبكم، كون جاوبت الاسئله ديالكم، كون قلت الاخت بالنسبه للسكن وهذا نكون وصلت لها واحد الفكره. وخا خليتكم على خير الساعه. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتلاقاو. وما تنساونيش من الدعم ديالكم، من البصمات ديالكم الزوينين، ومن البارطاج ديالكم اللي يخطيكم عليا. شكرا لكلامكم الطيب، دعمكم. وهنا غنقول لكم احبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تدعوا ودائعه. الى الملتقى ان شاء الله.